بعد هذا الاستقبال الرائع لبعثة منتخبنا الوطني نعود إلى الاستوديو الكابتن محمد عطا. كابتن عطا، نريد أن نقيم المشاركة بالحديث عن قبل وأثناء وبعد البطولة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه يعني التهنئه الحاره القلبيه لكل القائمين على امر هذا المنتخب، ابتداء طبعا من اللاعبين والجهاز الفني والاجهزه المساعده، والاجهزه الجهاز الاداري والاتحاد العام، وبالتاكيد طبعا الجمهور اللي كان بيدعو من على البعد لهؤلاء اللاعبين. بقول لهم تهنئه خاصه بهذا الانجاز الكبير اللي يعتبر واحد من الاهداف اللي تم تحقيقها بصوره واضحه، اللي هو الوصول للمرحله الثانيه. صحيح انه دائما اي مشاركات بيكون فيها الايجابي وفيها السلبي، لكن اذا كان الحديث عن الايجابي هو لزاما علينا انه لابد ان نتحدث بايجابيه عن المنتخب، بالتاكيد لابد ان ننظر للنقاط السلبيه التي واجهت المنتخب عشان نفكر في كيفيه التطوير والتحسين. انت ذكرت سؤال مهم جدا استاذ رضا، اللي هو قبل واثناء وبعد، لانه دائما اي عمليه بتاعت اداره اداء بيتم التحليل والتقييم فيها من خلال الثلاثه مراحل، اللي هو قبل بدايه المرحله واثناء التنفيذ وفي النهايه اللي هو التقييم بعد. فلما نجي نعاين لموضوع التقييم بنلقى انه التقييم هو مقارنه النتائج مع الاهداف المرجوه اللي كانت موجوده في الخطه. ده في النهايه في التقييم. في اللي هو لما نيجي نعاين للتحليل اللي هو حيساعد التقييم، بنلقى انه هو تمحيص في الارقام وتمحيص في النتائج. انت عندك نتائج معينه بتقوم تمحص فيها وتبدا تشوف الايجابي فيها والسلبي، بعد ذاك بتحدد انت حتقيم كيف من خلال الهدف اللي انت وضعته في الخطه اللي هي كانت قبل. فلما نيجي نعاين لقبل بدايه البطوله بنلقى انه كانت هنالك خطه واضحه في كيفيه المشاركه في هذه البطوله. هذه الخطه طبعا فيها كثير من الاشياء، من ضمنها لابد ان نعي تماما انه الهدف الاساسي من هذه المشاركه يكون واضح ومعروف للجميع. طبعا في اهداف عامه وفي اهداف خاصه. الاهداف العامه انه المنتخب السوداني يصل للمرحله الثانيه من دوري من هذه البطوله اللي هو الدور الثاني، دوري 8. في اهداف خاصه عامه ايضا، انه المنتخب السوداني تصنيفه يرتفع في التصنيف الدولي بين المنتخبات. هنالك اهداف خاصه ممكن تكون بالنسبه للاعبين، كيفيه يعني الظهور بشكل مشرف، الاحتراف، اهداف خاصه للجهاز الفني، انه اثبات الذات، بصمه في الكره، في تقديم بصمه في الكره السودانيه والكره الافريقيه. والطموحات طبعا اي شخص بيكون عنده دوافع شخصيه بيحققها، في نفس الوقت بيكون حقق الاهداف العامه. واحده من الاهداف اللي كانت واضحه من خلال المشاركه اللي هو التصريح اللي كان ذكره كابتن محمد عبد الله مازدا في وكان موجود في التلفزيون السوداني بعد مباراه لا تونس. موجود الان موجود. هذا التصريح احنا اتكلمنا عنه قبل كده، اللي هذا التصريح ذكر قال احنا عندنا هدفين عايزين نحققهم. الهدف الاول هو الوصول للمرحله الثانيه من البطوله اللي هو دوري 8، والهدف الثاني كان تقديم اولادنا بافضل صوره ممكنه عشان يكونوا خلينا نسترجع الحديث ده، نسمع الكلام ده من مازدا تحديدا. بطوله كدوله ثانيه مستضيفه. احنا بنقول يعني احنا يعني ان شاء الله الناس يتفاعلوا، احنا ما متشائمين اصلا، نتفاعل خيرا بمشاركتنا، نقدم اولادنا في احسن صورهم من كل النواحي. نتمنى لهم التوفيق ونتمنى انه يكون عندهم الدوافع القويه في انه يظهروا بشكل طيب. وان شاء الله ربنا نقول يوفق المنتخب واحنا دايرين. طيب، كابتن مازدا قال نحن ان شاء الله نتفائل خيرا، قال دايرين نقدم اولادنا بالشكل الطيب. ده واحد من الاهداف مش كده؟ ده الهدف الثاني بالضبط، اللي هو انه نقدم اولادنا باحسن صوره ممكنه، نتمنى لهم التوفيق ونتمنى انه يكون عندهم الدوافع. الهدف الاول نجحوا فيه، وصلوا للدور الربع النهائي المرحله الثانيه. الهدف الثاني هل وصلوا له؟ طبعا الهدف الثاني هو يعتمد على الزمن، لانه فتره التسجيلات في كل انحاء العالم الان متوقفه، لكن كل التصريحات اللي في الفتره الاخيره اثناء فتره البطوله بتاكد انه المنتخب قدم طبعا مجموعه من اللاعبين المميزين، ابتداء من اللاعبين الشباب يعني اللي عندهم لسه فتره طويله ممكن يحترفوا، اللي هو زي نزار حامد قدم طبعا بطوله كبيره. ايضا يعني بنلقى انه اكرم الهادي واحد من اللاعبين اللي الان يعتبروا من اميز الحراس مثلا في البطوله،
مع بعض الاخطاء ممكن معالجتها، لكن التصريح الرسمي في الاعلام انه اكثر لاعب مثلا جاته عروض جاده يمكن اكرم الهادي وبشة ايضا، وبنلقى انه كاريكا اللي يعني يتكلم عنه الاتحاد الافريقي في موقع بطريقه مميز جدا انه هو لاعب يتعامل مع كره القدم بمهاره خارقه وبرشاقه. ايضا مهند الطاهر برضو كان كثير من وكالات الانباء تكلمت عن ادائه وتميزه. بنعاين بنلقى انه علاء الدين يوسف برضو اظهر لنا اداء متميز برضه، كمان نجم الدين لو كان واصل في البطوله. لذلك يعني يمكن كل اللي تكلموا عن هؤلاء اللاعبين بيدينا احساس انه هؤلاء اللاعبين قدموا نفسهم بشكل طيب قبل مباراه طبعا زامبيا، ونتمنى انه هذا الشكل المميز اللي قدموه يكون سبب في انه اذا ما كان هؤلاء اللاعبين انهم يعني تجيهم فرص للاحتراف، اتمنى انه يكون ده سبب انه كل الناس تنتبه نحو الدوري السوداني، فتح الباب بالضبط يعني نعم. نحو مجموعه كبيره جدا من اللاعبين ما تم اختيارهم للمنتخب، والناس تعاين للدوري السوداني بشكل مختلف. طيب بعد هذه البطوله نقيم قبل، نواصل في التقييم قبل. طيب قبل طبعا زي ما قلنا الاهداف، بعدها بيكون في التجهيز للبطوله. كان في اعداد طويل، يعني المنتخب السوداني بالمناسبه اكثر منتخب جهز لهذه تم تجهيزه لهذه البطوله هو وانغولا، برغم انه انغولا اختارت لاعبين غير اللاعبين اللي كانوا موجودين في التجهيز. اما منتخبنا فكان في بطوله LG، بطوله سيكافا، والبطوله العربيه، وبعد ذلك طبعا شفنا المعسكر المكفول اللي كان موجود في دوله قطر. نعم. واتخلل المعسكر طبعا مجموعه من المباريات. اهم ما يميز هذه الفتره انه المنتخب لعب مباريات تجريبيه مع منتخبات مشاركه في البطوله، ومستويات الفنيه متقاربه مع المنتخبات اللي حنلعب معها. يعني ساحل العاج حنلعب مع ساحل العاج، لعبنا مع السنغال كاسم كبير. ايضا انغولا كمنافس خطير، شفنا تونس كانت مباراه اشبه لمباراه انغولا. مباراه بوركينا فاسو اقل طبعا في المستوى من ساحل العاج وانغولا، لعبنا مع الجابون ايضا في نفس المستوى والليفل. بنلقى انه الجهاز الفني فكر، كان تفكير جادي في المباراتين اللي لعبهم في قطر مع فريقين مجمعين، اذا كان الجيش والمسامير. طبعا الناس كانت بتلوم الجهاز الفني على الاختيار، لكن ماذا برضه صرح قال انه هذه المباراه بشكل تمرين، لانه احنا عندنا 3 مستويات من الجاهزيه الفنيه البدنيه. في لاعبين كانوا موجودين في السودان في راحه سلبيه، كان في لاعبين مشاركين في سيكافا، وكانوا في لاعبين عايدين من اصابات. لذلك فكر في انه التدريبات تكون في شكل تقسيمه، وكمان تقسيمه في شكل مباريات وديه افضل، تقسيمه كانت جاده. لذلك هذه الفتره اعتقد انها هي كانت فتره مهمه جدا. برضه فيها ما يميزها انه كان الجانب التحكيمي كان موجود في خبير التحكيم صلاح بن محمد صالح، عشان يوعي اللاعبين لمشاكل التحكيم واخطاء اللاعب السوداني مع البطاقات والمخالفات. لكن يعني يمكن في بعض اللاعبين لم يستفيدوا من هذه المحاضرات. طيب في نتحدث عن قبل التقييم القبل تدرج النتائج، يعني هزيمه ب3 أهداف دون مقابل امام تونس، ثم الهزيمه بهدف امام السنغال، ثم التعادل السلبي امام الجابون. هذا قبل البطوله، ماذا يعني ذلك؟ طبعا يعني بيعني الكثير. اول حاجه خلى اللاعبين يعني رفع الروح المعنويه لدى اللاعبين. صحيح المباراه الاولى مباراه تونس كان ناقوس خطر. ليه؟ لانه الثلاثيه كانت معها سوء سلوك، معها تمركز خاطئ للاعبين، ومعها اداء كان مخيب للامال. اعتقد انه هذه المباراه هي اللي خلت كل الاعلام يعني ما يتجاوب مع المنتخب، وشفنا الاصوات التشاؤميه كانت مرتفعه، برغم انه نحن لمناها، لكن واضح انه اللاعب السوداني يتاثر بمثل هذه الاراء وبيقدم مردود افضل. لكن عندما يتحول الحديث الى كلام ايجابي وتفاؤل، اعتقد انه برضه بيأثر سلبا على اللاعب السوداني. لكن هذه المباراه كانت هي البدايه الحقيقيه انه الجهاز الفني ينتبه للاخطاء. واحنا دائما بنقول انه المباريات الوديه هي كتاب مفتوح للمدرب والجهاز الفني واللاعبين، بتوعيهم على اخطائهم، وبالتالي لما يكون عندك مجموعه من الاخطاء يبقى انت حيكون عندك فرصه للتطوير والتحسين. فاعتقد انه مباراه تونس كانت سبب اساسي في انه المنتخب يجهز نفسه افضل، وشفناه في مباراه السنغال المستوى كان مختلف تماما، بالرغم انه السنغال قدمت مردود غير متوقع في البطوله. لكن لما نلعب مع السنغال كان اللاعب السوداني يعرف تماما انه حيلعب مع منتخب كبير يحتوي على مجموعه من النجوم المحترفين ولاعب بين جماهيري. فلذلك هذه المباراه كانت هي
المقياس الحقيقي لمستوى المنتخب السوداني حيكون في البطوله باي كيفيه. فالمباراه كانت سجال بين المنتخبين، منتخبنا طبعا خسر هذه المباراه بهدف وحيد. نعم. رفع الروح المعنويه. لما جينا لعبنا مع الجابون وكانت المباراه ملعوبه في الجابون، تاكيد يعني المنتخب كان بيجهز نفسه بصوره كبيره، والمنتخب الجابوني يعني كان واحد من المنتخبات المفاجئه من ناحيه فنيه ومن ناحيه اثاره ومتعه، برغم انه خرج بالضربات الترجيحيه طبعا امام مالي، لكن كان منتخب كبير. لذلك المباراه اللي انتهت تعادل 0-0 منتخبنا قدم فيها مباراه بطوليه اعتقد. هذا التنوع في او التصاعد في المستويات وفي الاداء خلى الناس شويه يعني يكون عندها امل في المباريات التنافسيه في البطوله الافريقيه. لكن اعتقد انه الجهاز الفني قدر يصل تماما الى الجاهزيه البدنيه والجاهزيه التكتيكيه من خلال ثبات التشكيله. يمكن فقط يعني اكرم اللي لعب مباراه الجابون شفنا في مباراه ساحل العاج طبعا المعز محجوب لانه لاعب خبره اكثر، شفناه وكان هو موجود. المفاجاه اللي كانت اكثر برضو بعد ذلك في التشكيله اللي هي كان وجود بشا، لكن اعتقد انه فتره ما قبل البطوله كانت فتره ناجحه استفاد منها الجهاز الفني من المعسكرات، استفاد منها من النتائج اللي كانت مخيبه، وبعدها بقى في نوع من التصاعد. شفنا كان في تدرج في اللياقه البدنيه وايضا الثبات في التشكيله. طيب هذا قبل تحدث عن اثناء البطوله. طيب مرحله التنفيذ فيها حاجتين مهمات جدا، اللي هو انت تنفذ ما يليك، يعني اللاعب عنده حاجات معينه المفروض يؤديها من خلال الاهداف التي وضعت. طبعا هنا في اهداف ومرحله، هدف مباراه ساحل العاج عندها اهداف تختلف عن مباراه انغولا عن مباراه بوركينا فاسو. واضح انه مباراه ساحل العاج كان الهدف الاساسي منها هو الخروج باقل خسائر. التشكيله اللي كانت لعبها هذه المباراه كان الرباعي المعروف بلا وسيف مساوي ونجم الدين وفداسي، طبعا خلفهم معز محجوب. كان هنالك 3 لاعبين في الوسط الدفاعي اللي هو امير كمال وعلى الدين يوسف ونزار حامد، مع بعض المهام لنزار حامد في المسانده الهجوميه. صحيح انه كنا نلعب ب 4-2-3-1 لانه ده التنظيم الاساسي اللي كنا بنلعب به في كل البطوله. ما يعاب بس فقط على الجهاز الفني انه فقط لعبنا ب 4-2-3-1 في كل المباريات. كان من المفترض انه كل مرحله يكون عندها اسلوب معين للاداء، لكن ايضا لقينا منها برضه نجاحات. هذا الثلاثي ادانا احساس انه المنتخب بيلعب بتنظيم يعني يغلب عليه الدفاع اكثر من الهجوم، يعني الدفاع لبناء الهجوم. طبعا كان في بيشا وهيثم مصطفى ثم كاريكا في المقدمه الهجوميه وحيدا. كاريكا لم يظهر امكانياته في هذه المباراه، لكن يمكن بيشا اظهر لنا غدر افضل. شفنا مهند الطاهر كان بديل تجهيزا، يعني بيجهز فيه كان الجهاز الفني للمباريات القادمه. لذلك هذه المباراه لما خرجنا فيها منها بهدف وحيد اظهرت لنا نوع مهم او نقطه مهمه جدا تكلمنا عنها، انه في نهايه الشوط الاول اللاعبي دكه البدلاء دخلوا الى ارض الملعب، هنوا اللاعبين الاساسيين بعد نهايه الشوط الاول مباشره. ادانا احساس انه هؤلاء لاعبين على قلب رجل واحد، كانوا متكاتفين وبيلعبوا بروح الفريق. الموجودين في الاساسيين 11 لاعب وحتى البدلاء كانوا كلهم على قلب رجل واحد، ده شيء مهم جدا. نلقى انه هذه المباراه طلعنا منها بفوائد حتى بعد المباراه الثانيه. الفوائد اللي طلعنا منها كانت الروح المعنويه نعم. والتركيز العالي. دي كانت سمه مهمه جدا للمنتخب. طبعا مباراه انغولا ومباراه بوركينا فاسو عشان نحقق الهدف من المشاركه اللي هو الوصول للمرحله الثانيه كان لابد ان نحقق نتائج ايجابيه في المباراتين، لانه ديل اللي حينافسونا على البطاقه الثانيه. مباراه انغولا يمكن اللي حصل انه حصل تغيير في التشكيله. تغيير في التشكيله اللي هو بلعب اساسي في هذه المباراه مهند طاهر بديل لامير كمال، يبقى معناه المنتخب عنده 2 فقط ارتكاز، احدهما على الدين يوسف مساند للاعبي الدفاع، والاخر هو نزار حامد بيساند لاعبي الوسط الهجومي، في ظل وجود 3 لاعبين عندهم نزعه هجوميه بيشا وهيثم مصطفى ومهند طاهر، بالاضافه طبعا للمهاجم الصريح كاريكا. هذه التشكيله يبقى معناه المنتخب غير من التنظيم وغير من الاستراتيجيه بتاعته من الاسلوب الدفاعي الى الاسلوب الهجومي، الاسلوب الدفاعي في المباراه الاولى الى الاسلوب الهجومي، وده كان دي كانت استراتيجيه مهمه جدا عشان احنا نحقق الهدف للمرحله الثانيه. منتخبنا ادى مباراه كبيره، شفنا ظهور مميز لكل اللاعبين،
التركيز زي ما قلنا والروح المعنويه كانت هي سمه اساسيه. تبادل المراكز في 4-2-3-1 اثر بالايجاب على المنتخب. احرز طبعا بيشا هدفين كان رائعين جدا نشكر فيها طبعا الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، لكن كاريكا اللي كان بيخلق المساحه بيترك مكانه الجانب الايمن او الجانب الايسر، واللاعبين القادمين من الخلف كانوا بيعملوا زياده العدديه. بيشا كان بافضليه طبعا خلال الهدف الاول الرأسي والهدف الثاني اللي كان فيه دقه ومتابعه. بنلقى انه هذه المباراه كانت نقطه تحول للمنتخب، لانه تخطى حاجز النحس في احراز الاهداف، ونتيجه تعادليه مع منتخب يعتبر كبير اللي هو انغولا. ارتفعت الروح المعنويه اكثر. اصبح التركيز مهم جدا في المباراه الثانيه. للاسف الشديد لما ارتفعت الروح المعنويه قل التركيز. مباراه بوركينا فاسو على الرغم من انها كانت مباراه الايجابيه اللي فيها انه احنا فزنا، طبعا برضه في تصاعد في النتائج، هزيمه 1-0 تعادل 2-2 ثم فوز. اعتقد انه الاخطاء كانت كثيره في مباراه بوركينا فاسو على العكس في مباراه ساحل العاج وانغولا. هذه المباراه اظهرت شكل مختلف جدا لمنتخبنا. منتخبنا طبعا فاز منذ زمن بعيد، وصحيح انه مباراه انغولا وساحل العاج كانت مهمه، لكن كان الاهم انه منتخبنا لابد ان يفوز في هذه المباراه، واستطاع ان يفوز بهدفين نظيفين حتى اخر لحظه من المباراه. بنلقى انه بعد ذلك طبعا حصل يعني انه المنتخب حقق هدفه الاول اللي هو الوصول لدوري الثمانيه. ده طبعا هدف كاريكا الجميل اللي تحدث عنه الاتحاد الافريقي، انه اللاعب فكر في التنفيذ بالدقه دونا عن التنفيذ بالقوه، وده هنا ما يؤكد مهاره كاريكا. نعم. هذه المباراه نقطه التحول اللي فيها انه الروح المعنويه ارتفعت، حققنا اهدافنا، وللاسف الشديد انا يعني وكانه قطار المنتخب الوطني توقف عند هذه المحطه اللي هو الوصول لدوري الثمانيه. لذلك كانت العواقب وخيمه في مباراه دوري الثمانيه، وللاسف الشديد انا اعتقد انه لما احتفلنا بالوصول لدوري الثمانيه قل التركيز او ضاع التركيز نهائيا ولعب يعني ده ممكن نقول ده اللي هزمنا امام زامبيا. انا اعتقد انه ده كان سبب كبير جدا ان احنا نخسر مباراه زامبيا. طبعا برضه في حاجه مهمه، الاعلام السوداني تحول 180 درجه من اعلام متشائم الى لغه تشاؤميه الى لغه متفائله، واصبح الحديث عن الابطال طبعا برضه ممكن يكون له تاثير سلبي. احنا لكن الهزيمه بثلاثه اهداف يا كابتن محمد عاطف، هي طبعا الهزيمه بهدف والهزيمه بثلاث اهداف طبعا كبيره جدا، لكن مباريات خروج المهزوم المفروض يكون الاستراتيجيه تختلف عن مباريات المجموعات. لذلك انا اعتقد انه يجب ان تتغير الاهداف، يجب ان يرتفع سقف الطموح في مباريات دوري الثمانيه، ويجب ان تتغير الاستراتيجيه. لو كان المنتخب لعب باستراتيجيات مختلفه في لكن الاصابات اثرت، يعني اصابه علاء الدين يوسف ونزار حامد والاثنين لعيبه الارتكاز الاساسيين والطرد مساوي بعد ذلك ربما اثر كثيرا على الاداء. طيب لو دايرين ناخذ مباراه زامبيا، نعم. طيب احنا عندنا في اي حاله عندنا 3 مراحل، قبل واثناء وبعد. خلينا نتكلم عن مباراه زامبيا. قبل مباراه زامبيا كان الاحتفال، كان تغيير المعسكر، كان الوجود في قلب المدينه ضوضاء، كانت هنالك يعني الاحتفاليه. انا ما اعرف الاحتفال كان شكله كيف، لكن قد يكون هذا الاحتفال فيه راحه سلبيه، قد يكون سبب كان مجهود اضافي على اللاعبين، لذلك يعني حصل نوع من ممكن نقول حمل زائد على اللاعبين. هذه المباراه اظهرت لنا انه اللاعب السوداني غير مركز تماما، لانه كانت في مخالفات. احنا تكلمنا عن طبعا التشكيل هو مسؤوليه المدرب، احنا نتكلم عنها لانه ما عارفين عدم جاهزيه اللاعبين من جاهزيتهم، لكن احنا تكلمنا عن انه زامبيا عندها خطوره هجوميه في 4 مهاجمين، كنا نتمنى انه يكون الرباعي ملتزم بالاسلوب الدفاعي، لكن خليفه ومصعب شويه كان اقل في المستوى حتى في مباراه بوركينا فاسو. فبنلقى انه اللاعب السوداني كان نرفز في هذه المباراه. الاصابات اللي حدثت لعلاء الدين يوسف ولنزار بس بداية أدار اللقاء